أنا عاوزك تبطّل تخاف من الرفض، عشان ده بيدمّر الcareer بتاعك في الشغل، وفي الحياة عمومًا يعني، في الsales بالذات والبياعين هيبقوا فاهمين اللي أنا باتكلّم عنه، في 3 حاجات الرفض بيأثّر عليك فيهم. أول حاجة بيخلّيك تتجنّب إن أنت تمسك التليفون وتكلّم، عشان خايف ومُحرَج وقلقان إن أنت هتترفض أو حد هيسمّعك كلمة مش عاجباك. تاني حاجة الرفض بيخلّيك تخاف تطلب referrals أو تطلب من الزباين بتاعتك الحاليين إن هم يرشّحوك لعُملا تانيين، ودي نقطة مهمة أوي في أي شغل، لإن دي عن طريقها أنت ممكن تحقق الtarget وتعدّيه كمان. تالت حاجة ما بتعرفش إمتى تقفل البيعة في الوقت المناسب، بس أنا عايز أقول لك على سِر، الrejection أو الرفض هو مش حاجة عندك أنت شخصيًا، لمّا العميل بيقول لك لأ، ده مش معناه إن أنت فاشل، ده معناه إن التوقيت مش مناسب، المنتج أو الخدمة اللي أنت بتبيعها مش مناسبة ليه، أو هو مش الdecision maker أو مش صاحب القرار. اللي عايز أقوله لك إن كل لأ بتتقال لك النهارده هي بتقرّبك من الآه الكبيرة اللي هتخلّيك تحقق الtarget بتاعك. كل rejection أو رفض بيحصل لك النهارده هو بيعلّمك حاجة جديدة عن السوق، فعايزك تبدأ تبُص للرفض ده مش إن هو عدو ليك، بُص له إن هو حاجة فعلًا بتعلّمك كل يوم. البني آدم اللي ما بيتقالوش لأ ما بيتعلّمش حاجة. عايزك بقى تكتبوا لي في الcomments إيه أكتر rejection أو رفض اتعرّضت له وإزاي اتعاملت معاه.